لا حول ولا قوة إلا بالله. تشوفوا الخوت معايا على كارثة هنايا جبرتهاج. هاد السيد هذا عيط لي قال لي بغا يلبس هاد السكينة هادي، يعني بغا يدير ليها المرطو في الحيوط. ملي جيت باش نلبس شفتو على كارثة كنجبر، يعني كنجبر الحيط عوج من فوق 10 سنتيم ديال الفرق. هانتوما كيف ما كتشوفوا معانا، يعني من هنايا من تحت مزيان ومن الفوقي 10 سنتيم. ما عرفتش هذا المعلم هذا اللي بناه واش بناه بيدو ولا برجلو ولا بشي حاجه اخرى، ما عرفتش انا باش بناه. واخا يكون بنادم عمره جالس في البنيره ما يديرش هاد الخدمه هادي. دابا كيف ما كتشوفوا معنا عيطت لمول الدار، حكيت له شنو كاين، قلت له راه ودي ها شنو كاين ها شنو كاين. قال لي شنو الحل، قلت له الحل هو نشعط لك هاد الحيط هذا بكرابيطه بالكاياس، عاد ندير له السيما والرمل، يعني عاد نلبسو بالسيما والرمل. قال لي صافي، حيتاش اذا لبستو نيشان بالسيما والرمل غادي يتشق، غادي يكون فيه لاصه 10 سنتيم باش تسرجيها بالسيما والرمل، غادي ترتق، غادي يوقع فيها ديك الشقال. كيف ما كتشوفوا معنا دابا غادي ندير المراسه ديالي باش نخدم عليها بهاد الطريقه هذه باش نشبر النيفو ديال الحيط. كيف ما كتشوفوا معنا غادي نعملوا هاد الشكل هذا باش نشبر النيفو ديال الحيط باش يجي ميزان، وفي نفس الوقت باش نعوضوا ديك العوجيه ديال اللي فيه. صافي كيف ما كتشوفوا كيف ما عملنا ديك الطريف ديال المراسه من فوق ومن تحت، كندير ليها ميزان كتعطيني ميزان. صافي يعني كاين جوج الانواع ديال بغيتي تخدمها بالكرده، شحال من معلم كيخدمها بالكرده، ولا بغيتي عاود كتشد بلا الميزان ديالها هيدا بميزان الماء. انا ما عنديش كرده شديتها بميزان الماء ديالها ماشي مشكل، يعني معلم اللي معلم ما تحرفلوش. صافي كيف ما كتشوفوا معنا كنمشيو بهذا الشكل هادو المراسات ديالنا هما مفينيين، عندي ميزان كاملين نيفو واحد ماشيين. يعني دابا هذا هو الحيط، هذه هي تلبيسه الحيط كيف ما غتكون. هانتوما كيف ما كتشوفوا معنا، شوف شحال الفرق من فوقي شحال غليظ ومن تحت شحال رقيق. يعني دابا هذا هو النيفو ديال الحيط، هذا هو اخر نيفو اللي شبرته في الحيط، هيدا غادي يكون. صافي كيف ما كتشوفوا معنا خليتو نتيبسو، جيت على الصباح رشيت عاود ديك الحيط كامل مزيان باش ملي نعطيه كرابيطه ما يشربليش دغيا، باش كيشبع الماء باش كينشف على خاطرو باش ما كيتشقش. كيف ما كتشوفوا معنا دابا غادي نجيب الرمله وغادي نجيب الكاياس حتى هو، ورا اللي كنلخبط ديك الساعه باش نشعطوا الحيط. كيف ما كتشوفوا معنا كنشدوا ديك البرايز باش ما يطيحش فيهم الباغلي، كتكون الخدمه طريه. صافي وكنشعطوا بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا معنا. هايدا كنمشيو معاها كنحيت كرابيطه مزيانه ما كتخليش الخيوط يتشقوا وكتصحح الخيوط. صافي كنمشيو معاها بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معنا. واللي عجبو الفيديو الخوت ما تنساوش تخلي لنا الراي ديالكم في الفيديو. وتحياتي وشكرا للجميع، وتحياتي لجميع الحريفيه. وهانتوما تشوفوا النتيجه في الاخر كيفاش عامله. واللي عجبته النتيجه يخلي لنا اللايك ويخلي لنا الراي ديالو في كومونتير. وضروري نرجله في التلبيس وضروري نرجله في البني. المعلم اللي ما كيستخدمش الرجله في البني وفي التلبيس هذاك ماشي معلم. كما كتشوفوا بهذا الحيط هذا دابا هذا انا شكيت فيه هذا ماشي معلم، يعني هي كان كيلصق لا جوا ماشي، ما كاين لا كرده لا ميزان لا بلومو لا حتى حاجه. والحيط ملي كيكون فيه لاصاج كيعذب بزاف، يعني كيعذب بواحد الطريقه ما تصوروش. دابا هادو اللي راه فيه جوج قلت لكم تعلم فيها نهار عملت فيه يومين. عرفتوا علاش؟ حيت شعرتو بالكرابيطه وديك الكرابيطه كتعرف مسارجيه. وهانتوما كما كتشوفوا معنا النتيجه. وكاين اللي عجبو الفيديو يخلي لنا شي الراي ديالو ويخلي لنا شي لايك. وتحياتي وشكرا للجميع. تشوفوا معنا الخوت كاين بعض المعلميه الله يهدي ما خلقوا صافي. تشوف على كارثه هنايا الخوتاج. هاد السيد هذا كلف شي الناس يزلجوا له السطح وهو ما كانش في الدار، يعني هو بعيد على الدار كيعيش. ملي كيجي السيد كيجبر هاد المونتيره هادي باقا ما مزلجاشي. وانتم كتشوفوا السطح كيفاش عامل موسخ ما فيناوشي ما مسحوش الزليج. وهاد المونتيره هادي ما فيناوهاشي. شو كيفاش خلاوها تبقى تشرب له الماء الشتا في السطح. قلت له انا اذا زلجت لك هيدا كيف ما كتشوفوا الماء غادي يبقى يحصل هنايا فين هو يدي. قال لي شنو هو الحل؟ قلت له الحل هو نهرسها ونعاودها كامله. قال لي صافي كيف ما كتشوفوا معنا. وجبت الديسكو قطعت ما بين الجاج ديك الكيسان وما بين هذا باش نهود بشي سنتيم، باش عرفتي علاش؟ باش من نزل الجزليجه الماء ما يبقاش يحصل تما داخل. وانتم عاد تشوفوا الطريقه اللي غادي نعملها، حيت اذا بقى الماء تما كيحصل غادي يبقى يفوق ديك الجاج وغادي يبقى يوسخ له الدنيا، ما يبقاش يهود من تحت ولكن جنا يبقى ديك الماء يبس تما يبقى يجمع الخضوريه والوساخ. حنا غادي نعملوا له واحد السيستيم. هانتوما كيفاش عاد تشوفوا معنا، تبعوا معنا وتشوفوا الطريقه كيفاش غادي نعملوا لها. كيف ما كتشوفوا معنا قطعت ديك الدجاج بالديسكو باش ما نحاديش باش ما نفرمش ديك الدجاج باش ما نحاديش بمكدي. صافي كيف ما كتشوفوا معنا هي النتيجه ديالها. غادي نشطبها ونسكسف عليها كامله بهذه الطريقه هذه. نتوما كيف تشوفوا الدجاج بقى طالع على ديك الياجور باش ملي كنزل الزليجه ديالي كتجي مفينيه مع الدجاج بهذه الطريقه هذه. صافي كيف ما كتشوفوا معنا غادي نسكسف على الدنيا نخملها كامله باش ما يبقى فيها حتى شي حاجه.
باش كتخدم في النقا. صافي وشبرت العبار ديالها كامل، يعني عطاتني 15 15 15. صافي كنقطع الزلج ديالي في 15 على 15 على 15 باش كنمشي بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا معنا. صافي كنقطع هيدا، ديك الساعه كنجي وكنقطع الزلج ديالي. واللي عجبو الفيديو الخوت يخلي لنا الراي ديالو في التعليق كيف ما العاده. وانا كنبغي نشكر الناس بزاف اللي كيعملوا لي جيم وكيعملوا لي كومونتير وكيدعوا معايا. انا كنقول لكم شكرا بزاف من القلب، شكرا شكرا بزاف. الله يحفظكم، الله يحفظ وليداتكم. صافي كيف ما كتشوفوا معنا هي النتيجه الخوت. غنعملوا السيمه ديالنا في مونتيرا وغادي نعدلوا المونتيرا ديالنا بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا معنا. هو قال لي غير زلجه كيف ما كان، ولكن انا اللي عجبني نتفنن فيها. هانتوما كيف ما كتشوفوا معنا، يعني نقطه الماء اذا طاحت شتا فوق ديك الزجاج غادي يهود فوق الزلج، ما غاديش يتجلس فوق ديك الزجاج مره. دابا حيت هو كنقلب في الاول عمله عاليه ولكن الماء بقى يتجلس تما. كما كتشوفوا معنا المونتيرا ديالنا احنا ماشيين معاها. رحم الله عبدا من عمل عملا واتقنه. ما كتشوفوا معنا ملي كتعمل واحد حاجه متقونه قلبك كيمشي مرتاح. صافي كيما كتشوفوا معنا الخوت كنظفوها بهذه الطريقه هذه. اذا كما كتشوفوا معنا بهذا الشكل هذا، وها هي المونتيرا ديالنا واجده ومعدله. ديك الساعه غادي ندور مع السطرات تحت، هي باقي فيها مشكل كامل. نوريتكم هي المونتيرا. واللي عجبو الفيديو الخوت يخلي لنا الراي ديالو في التعليق ويخلي لنا شي كلمه الخير. وتحياتي وشكرا للجميع والله يسهل على الجميع. واحد الزلجه الخوت غالي بزاف، ولكن غادي نعملو في واحد الموطع وتما عاد تشوفوا ديك الموطع تقول هاد الزلج هذا ما يستاهلش ديك البلاصه هذاك. ولكن ديك البلاصه الخوت مي عاد تعمل لها الياقوته ديالو وعاد تعمل لها الصباغه ديالها والدروج ديالها غادي يكون فيهم مرمو. غادي تقولوا هي هذه هاد البلاصه الخوت اللي كتشوفوا معنا، هذه الطلعه ديال الدروج. هنايا غيكون هاد الزلج هذا الخوت، ولكن ما تحقروش هادو الحيوط هادو راه باقي غادي يرجعوا مصبوغين وغادي يكونوا السبوطات الفوقي بالقبص ديالهم. وهاد الدروج هادو اللي كتشوفوا غادي يكونوا بالمرمو وغادي يكون فيهم الضوء، يعني غادي ترجع الدنيا واعره. وضروري هاد الزلج هذا يركب هو الاولاني فوق كل شيء، يعني حتى القبص. هاد الزلج هذا هو اللي خصو يكون هو الاولاني الخوت كيف ما كتشوفوا معنا، باش هو اللي غادي يكون عليه مثلا القبص هو اللي غادي يفينه. دابا كيف ما كتشوفوا معنا كيجي عنده هاد السنينات هايدا خارجين في الحاشيه. دابا هاد الجهه هادي اللي غتكون مع الحيط، يعني كنقطع على هاد السنينات هادو باش كتجي مع الحيط. كيف ما كتشوفوا معنا كنشربوا الحيط الخوت وكنعدلوا الزلج ديالنا بهذه الطريقه الخوت. المهم هو الزلج غالي ولكن وصعيب، يعني ما كيتباعش في اي موطع. مول الشي عجبو بغا يعملوا في هاد الطلعه الدروج هذه الخوت كيف ما كتشوفوا معنا. انا ملي غادي نساليه هانتوما غادي تشوفوا كيفاش غادي يجي وتعطيونا الراي ديالكم في التعليق كيفاش جات الخدمه ديالو. يعني ما كيتباعش في اي موطع بصح هاد الزلج هذا ما كيتباعش في اي موطع، قليل يعني كيجيب كوموند وشوف تشوف كما كتشوفوا معنا الخوت. حنايا غادي نعدلوها الخوت بهذه الطريقه هذه. المهم هاد الحوايج اللي كيبان لكم الخوت كيبان لكم شي شهوبيه ما عرفتش بالسيمه ولا لا. انا يعني عندي الزليج نقي ما كتبان فيه حتى شي حاجه، ولكن في الكاميرا كتبان فيه هاد الشهوبيه ديال السيمه ما عرفتش عليها ايش. هانتوما كيف ما كتشوفوا معنا الخوت عملت السريره ديالي هنايا. المهم غادي تجي طلع الدروج. وشوف كنوعدكم الخوت غادي نعمل لكم فيديو ملي غادي تفينا غادي تصباغ والسبوطات من الفوقي وهاد الدروج غادي يكونوا بالديوان ومرمو. يعني بنادم هي كيطلع كيشعلوا الديوان في الدروج عاوي كتهود كيشعلوا لك الديوان كيضوي اوتوماتيك. هانتوما كتشوفوا الخوت طلع الدروج كيفاش جات هاد الحويات. وما تنساوش تخليونا الراي ديالكم في التعليق اللي عجبو الزليج. وهاد الجهه هادي كامله الخوت اللي كتشوفوا معنا باقي غادي تصباغ بالياقوته والفوقي غادي يكون سبوطات بالكابس. المهم ديك الدنيا غادي تجي مضويه وهادشي اللي كاين الخوت. اللي عجبو الفيديو خلي لنا الراي ديالو في التعليق. وتحياتي والله يسهل على الجميع.